بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكل عشاق الفيديوهات الإبداعية. أنا غادة مجاهد، وده أول فيديو ليا على القناة اللي هنحاول نجمع فيها شوية تريكات مميزة في المونتاج باستخدام كاب كات ديسكتوب. لو أنت مبتدئ وعايز تضيف لمسة إبداعية للفيديو بتاعك، تابع معانا فيديو النهاردة اللي هنتكلم فيه عن تأثير من أجمل التأثيرات، وهو تأثير الفيديو داخل نص. يلا نبدأ مع بعض ونقول بسم الله. هنفتح مع بعض برنامج الكاب كات وهنختار create project. دلوقتي فتح معانا البرنامج. احنا هنا من قائمة import بنختار الفيديوهات اللي احنا عايزين نشتغل عليها، بس انا عن نفسي النهاردة الفيديو بتاعي هعمله من الستوك ماتيريالز الموجودة على الكاب كات نفسه. نختار هنا ستوك ماتيريال وهفتح منها لايف. هختار فيديو زي العربية دي مثلا، اضيفه كده للتايم لاين بتاعي. عشان نظهر الفيديو داخل النص بتاعنا احنا محتاجين نضيف النص اللي احنا عايزينه. بس الفكرة بقى ان احنا المفروض عايزين نضيف التكست بتاعنا نحطه تحت الفيديو، تحت اللاير بتاعت الفيديو. فاحنا عشان نعمل الموضوع ده ما ينفعش نعمله هو هنا، لان لو جينا نسحب تكست ونحطه تحت الفيديو هنا هتلاقيه بيطلع لك فوق اوتوماتيك، فاحنا مش عايزين كده. احنا هنعمل هنرفع الفيديو بتاعنا لاير فوق كمان كده، وهناخد التكست نسحبه ننزله تحت اللاير بتاع الفيديو. نكبر كده اللاير بتاع التكست خليه على قد الفيديو كامل. احنا هنا زي ما انتوا شايفين التكست مش ظاهر معانا ومخفي تحت الفيديو. عشان نظهر التكست بتاعنا هنعمل هنختار الفيديو بتاعنا وهنعمل من بلند، نختار البلند مود بتاعنا يا اما داركن يا اما مالتبلاي. انا هنا هختار داركن. هنا التكست بتاعنا ابتدى يظهر. تعالوا بقى نلعب في التكست. نكتب مثلا الكلمة اللي احنا عايزين نظهرها، ولنفرض رود كده. نختار فونت يكون بولد كده واضح علشان يظهر الفيديو جواه معانا. انا هختار فونت اسمه امباكت اهو. هكبر التكست كده على قد الشاشة. زي ما انتوا شايفين الفيديو ظاهر معانا جوه التكست زي ما احنا عايزين. تعالوا نبص كده. لو شغلناه كده الفيديو ظاهر جوه التكست زي ما احنا عايزين بالظبط. هل هنكتفي بكده؟ لا، في لعب كتير قوي بقى ممكن نلعب. اللعب كله بيبقى في التكست والانيميشن بتاعه. نختار التكست من قائمة انيميشن، نبتدي بقى نلعب في الان والاوت. انا هختار الان مثلا حاجة زي فليبنج. هبطئ السرعة شوية، هخليها في ثانيتين مثلا، حاجة زي كده. تمام كده. هعمل الاوت بتاعي، اختار التايب 2 وبرضه هبطئها شوية، اعملها مثلا ثانيتين ونص. تمام كده. احنا كده لو شفنا الفيديو بتاعنا احنا ممكن برضو نسرعه كله على بعضه علشان يظهر معانا بسرعة. نجيب السبيد نضاعف السرعة بتاعته. طبعا الفيديو قصر معانا كده. نسحب التكست نخليه قد الفيديو، نشغله كده مع بعض معانا. زي ما انتوا شايفين هي دي النتيجة اللي احنا كنا عايزينها. تمام قوي كده. هل في حاجة تانية ممكن تتعمل؟ اكيد في حاجات كتيرة جدا. زي ما قلت لكم الموضوع ده فيه ابداع زي ما انتوا عايزين. هنا اللي احنا كنا عاملينه اللي هو الفيديو داخل التكست بتاعنا موجود على خلفية سوداء. طب لو ولنفرض ان احنا عايزين نعمله خلفية بيضاء، نعرف نعملها؟ نعرف نعملها بكل سهولة. ناخد نسخة معانا من ديت كده علشان نشتغل عليها. ندوس على Alt ونسحب، هناخد نسخة معانا نشتغل عليها. هنا نفس الحاجة بالظبط، بس احنا عايزين نعملها على وايت سكرين بقى، مش عايزينها بلاك زي هنا. هنا من الستوك ماتيريال import ستوك ماتيريال، هنبحث هنا عن وايت سكرين. هناخد الوايت سكرين ونسحبها معانا وننزلها تحت الفيديو. بس هنا طبعا هتيجي في اول التراك بتاعنا علشان احنا مفعلين ده اهي. هنطفيها ونسحبها ونحطها تحت الفيديو بتاعنا، نسحبها لاخر الفيديو كده. طبعا الفيديو ظاهر كله ومش ظاهر تكست ومش ظاهر اي حاجة. بقى التعديلات اللي نعملها علشان نحول من البلاك سكرين دهيت للوايت سكرين؟ حاجتين بسيط جدا. اول حاجة الخط بتاعنا هنا كان باللون الابيض، احنا هنخليه باللون الاسود. تمام. والفيديو بتاعنا بدل ما كان داركن هنخليه برايتن او سكرين عادي جدا. احنا مثلا ممكن نخليه سكرين كده. تمام اوي. تيجي كده بقى نشوف النتيجة بتاعتنا بقت عاملة ازاي. نشوفها كده مع بعض. اهو كده ظهر معانا الفيديو انسايد تكست على خلفية بيضة.
تمام زي الفل. حلو اوي كده. في لعب تاني ممكن نعمله زي ما قلت، في حاجات كتير جدا وتعرف تبدع زي ما انت عايز. تعالوا بنختار بقى ايه حاجة تانية نشتغل عليها. انا برضه هشتغل هنا من الستوك ماتيريال، اختار حاجة زي دي مثلا كده. دي هي ايه، تحس ان هي فيها زوم كده، دي اللي هشتغل عليها بحيث ان التكست يبقى فيه زوم هو كمان. هسرحها بس شوية، هبتدي اضيف التكست بتاعي نفس الطريقة. هنسحب التكست وهنحط تحت لاير الفيديو بتاعنا، هنسحبه برضو طول الفيديو، وهنخلي الفيديو بتاعنا نعمل له داركن عشان ايه يظهر التكست جواه. نغير التكست بتاعي، اعمل له حاجة مثلا اكتبه مثلا حاجة زي نيتشر يعني طبيعة. نختار برضو فونت يبقى بولد معانا كده، نختار فونت زي ده، نكبره على قد الشاشة كده. برضو نفس الكلام، الفيديو شغال معانا جوه النص. هو هنا جايب لك زوم ان كده جوه الفيديو. عايزين نعمل حاجة مثلا في البداية التكست بتاعنا بيعمل زوم ان هو كمان، نجيب هنا من الان نختار زوم ان، نبطئها برضو شوية. احنا هنا بقى عايزين ان احنا نعمل زوم ان جوه الكلمة بحيث ان يظهر لنا الفيديو ايه بكامل الشاشة. نعملها ازاي دي؟ هنعملها بالكي فريم. ندوس على التكست بتاعنا، هو الشغل كله يا جماعة بيبقى في التكست، يعني الفيديو مجرد بنعمله بلند مود والشغل بتاعنا كله بيبقى في التكست. هنختار التكست بتاعنا، هنعمل كي فريم هنا للترانسفورم بحيث يبقى معانا السكيل والبوزيشن وكل حاجة. وبعدها بشوية كده نعمل كي فريم تاني للترانسفورم برضو، ونزود السكيل بتاعنا نخليه مثلا 2000 حاجة زي كده. نبتدي نسحب بقى الشاشة معانا التكست كده بحيث ان ايه الشاشة تظهر جوه حتة فاضية في التكست، بحيث حاجة زي كده مثلا. تيجي بقى نشغلها كده مع بعض، ادي كده بيعمل معانا شغال زوم ان، دخل جوه التكست ودخل ظهر لك بقية الفيديو. حلو قوي كده. الموضوع ده بيعمل شكل خرافي يا جماعة. احنا كده عملنا المطلوب كده تمام وزي الفل. ممكن برضو نجربها كده على الوايت سكرين نشوف هيبقى شكلها ايه معانا، بحيث برضو ايه نكون جربنا كل حاجة. ناخد منها نسخة بندوس على الت ونسحب، ناخد برضو ايه نسخة من الوايت سكرين ندوس على الت ونسحب معانا، ناخد منها نسخة. زي ما قلتلكوا هي نقطتين بس اللي بيتعملوا مع الوايت سكرين بعد ما نضيف الشاشة البيضة تحت الحاجة بتاعتنا الفيديو والتكست. التكست بتاعنا هنخلي لونه بدل ابيض هنخليه ايه اسود، والفيديو بتاعنا بدل البلند مود بتاعه داركن هنخليه ايه برايتن او سكرين. انا هعمله سكرين. تعالوا بقى نشوفها كده النتيجة النهائية بتاعتنا. متهيألي حلوة قوي، حلوة قوي كده. كده زي ما انتوا شفتوا احنا خدنا الفيديو انسايد تكست، تعرف تعمل بيه انترو حلوة جدا، يعني بيديك منظر جميل تعرف تلعب فيه براحتك. اللعب كله زي ما قلت بيبقى في التكست، والانيميشن بتاعه ممكن تعمل الزوم بالكي فريم. الموضوع سهل جدا مفيهوش اي حاجة صعبة. وبعد ما بتخلص طبعا تعمل اكسبورت للحاجة بتاعتك. هنا برضو بتسمي هنا عشان تسمي البروجكت بتاعك تسميه من فوق، ممكن تسميه هنا فيديو انسايد تكست عشان تبقى عارفه. في الاخر بعد ما بنخلص مثلا انت مثلا كنت عايز دهيت بس بتحذف الباقي بقى وتعمل اكسبورت للايه للي انت عايزه، وبتختار اللوكيشن اللي انت هتضيف فيه الحاجة بتاعتك. نختار هنا طبعا فيديو، نعمل ايه اكسبورت عادي جدا وبيصدر لك اللي انت عايزه. احنا كده خلصنا فيديو النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا اي حاجة. اكتبولي في التعليقات لو عندكم اي استفسارات. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.